مساء الخير، رجعت معكم بهذا الفيديو جديد. في هذا الفيديو غادي نهضروا على قانون اللي عنده علاقه مع الحراقه. الناس اللي حارقين هنا في فرنسا راه كاين قوانين جديده. خليكم معايا في هذا الفيديو. اول حاجه غادي نقولها بالنسبه للتصويت النهائي لمجلس الشيوخ اللي هو لو سينا، راه تم التصويت البارح، التصويت النهائي على جميع البنود، يعني جميع لي زارتيكل تم الموافقه عليها. ودابا غادي نتسناو التصويت النهائي اللي هو قلت لكم في البرلمان. غادي نشوفوا شنو غادي يقول اللي هو لاسومبلي ناسيونال. في هذا الفيديو غادي يكون موضوع خاص بالناس الحراقه، الناس اللي حارقين في فرنسا. خرجوا قوانين جديده، المهم غادي نهضر على كلها بالتفصيل. وكاين واحد التحذير بالنسبه للناس اللي حارق اللي كيكريو، الناس اللي حارقين حتى هو كاين واحد التحذير خطير، خاصكم تخليكم معايا في هذا الفيديو. كاين واحد بالنسبه للقانون ديال لو دغوا دو سول اللي هما الوليدات اللي كيتزادوا هنا في فرنسا من اباء اجنبيين ماشي من اباء فرنسيين، حتى هو كاين فيه واحد التعديل. كنت هضرت عليه ديك الخطره في الفيديو، مي كاين واحد التوضيح اخر غنهضر عليه في هذا الفيديو. اول حاجه غادي نهضروا عليها اللي هما الناس اللي حارقين هنا في فرنسا. خرج واحد القانون بالحبس وبالغرامه على الناس اللي حارقين هنا في فرنسا. قبل 2012 كان واحد القانون كيسمح بالسجن والغرامات للناس اللي حارقين هنا في فرنسا، ولكن في 2013 خرج واحد القانون اوروبي اللي كيطلب من الدول الاوروبيه انها تحمي هاد الناس اللي حراقه، وما ما تقومش بالسجن ديال. اللي جديد يعني كانوا الفتره كامله كانوا محميين، ولكن اللي جديد انه في هذا القانون الهجره الجديد اللي تم التصويت عليه انه عاود رجعوا، يعني عاود رجعوا بان الناس اللي لقاو هنا حارقين غادي يتم السجن ديالهم وغرامه ماليه للقدر ديالها، يعني غادي يتحكم عليهم بالطرد والسجن وغرامه ماليه اللي هي 3750 اورو. يعني هذا هو الجديد بالنسبه للحراقه. حاجه اخرى اللي بغيت نهضر فيها، الناس اللي حارقين ومرتبطين بزواج، يعني هنا حارقين هنا في فرنسا، يا اما عندهم الطفل هنا في فرنسي ولكن هما حارقين، او مزوجين بفرنسي ولكن قلت لكم ولكن هما حارقين، او المده ديال 10 سنين ديال الاقامه ديالهم كيثبتوا بان عندهم واحد 10 سنين ديال الاقامه هنا في فرنسا. القانون الهجره الجديد خرج بانه حتى هما غادي يتحكم عليهم بالطرد. يعني هنا كنقولوا انه ما بقاتش عندهم الحمايه، فيما قبل كانت عندهم حمايه بانهم الا كان مزوج فرنسي او عنده طفل فرنسي او عنده مده اكثر من 10 سنين كان محمي. مي حاليا في هذا القانون ديال الهجره الجديد فهاد الحمايه ما بقاتش، يعني هذا هو الجديد. غادي ندوزو دابا لو دغوا دو سول. لو دغوا دو سول اللي هو كي قلت لكم الطفل اللي كيتزاد هنا في فرنسا من اب اجنبي ماشي اب فرنسي. كيف قلت لكم في الفيديو اللي فات اللي باقي ما شافوش يمشي يشوفوا، اللي هضرت فيه بالتفصيل على هذا القانون ديال لو دغوا دو سول. شنو هو الجديد؟ القانون اللي كاين في الجديد اللي كاين في هذا القانون شنو هو؟ من غير فيديو اللي كنت قلت لكم توضيح اخر اللي هو ما خاصوش تكون تحكم عليه ب6 شهور ديال الحبس. فاذا كان تحكم عليه هنا في فرنسا ب6 شهور ديال الحبس فما عندوش الحق يطلب الجنسيه. هذا هو الجديد اللي كاين في هذا القانون هذا. كيف قلت لكم ما عمرو خاصو يكون تحكم عليه ب6 شهور ديال الحبس، يعني من 6 شهور الفوق ديال الحبس هنا في فرنسا. هنا غادي ندوزو نهضروا دائما في القضيه ديال الحراقه. القانون الجديد لحقاش لارتيكل 3 كان تلغى، تم التصويت عليه في مجلس الشيوخ هذه المره، ولكني قالك في بلاصتو غادي يديروا قانون ديال 4 بيس. كان قانون 4 بيس راه كنت حتى هو هضرت عليه في فيديوهات اللي فاتوا، بان واحد القانون عندهم الحق يصايبوا الوراق الناس اللي حارقين هنا في فرنسا، ولكن بواحد الشروط. المهم كي قلت لكم ترجعوا لها في الفيديو السابق. حاجه وحده اخرى، قانون جديد اللي خرجوه شنو هو بالنسبه لهاد قانون 4 بيس باش يصايبوا الوراق للحراقه. دخلوا فيه بانه الا مشى حتى ديكلارا بهذاك اللي كاري ليه، يعني داك كاري ليه نورمالمون اي شخص ما عندوش الحق يكري لشي واحد ما عندوش الوراق. فاذا مشات حتى ديكلارا بهذاك اللي كاري ليه فهنايا كيقولوا انهم غيصيبوا ليه الوراق، وفي نفس الوقت فهذاك اللي كاري ليه فهو كيتعرض للعقوبات. فهنا كنشوف انا هذا القانون هذا ديال انهم يديكلاري بهذاك اللي كاري ليه. المهم قضيه صعيبه، يعني الواحد خصو يحضي راسو بالنسبه للناس اللي كاريين الحراقه
وفي نفس الوقت المهم القضيه انا بنت لي شويه صيفدوا حدين انه باش يصايب لي الوراق خاصو يديكلاري بان هذاك شي واحد كاري ليه بحال اللي كيكريو لهم في برطمه كيكونوا بزاف ديال الاشخاص ولا هكا. المهم ردوا البال الناس من هاد القوانين اللي كاينه جديده. كيف قلت لكم في الاول ديال الفيديو تم التصويت البارح على جميع البنود، فهنا خرج الوزير دغملاه وقال بان في الاول كانوا كيظنوا الناس انه حتى في مجلس الشيوخ كانوا كيظنوا بان هذا القانون ما غاديش يدوز. هنا كيخرج الوزير دغمله وكيعاود ياكد بانهم راه حتى في البرلمان راهم عندهم الاغلبيه تما، وبان هذه القوانين راه غادي تقدر تدوز 99% او 90% تقدر تدوز. في الفيديو اللي كان فات كنت هضرت على الناس اللي عندهم دوبل ناسيوناليتي، كنت قلت لهم حتى هما راه عندهم عقوبات الا مشى حتى تثبت في حقهم جريمه قتل او يعني حصلوا عليهم الارهاب او التجسس او شي جريمه خطيره او تعدوا على البوليسي او رجال الامن الى اخره. فهنا تقدر عندهم واحد العقوبات حتى هو راه رجعوا الفيديو اللي حطيت اشنا هما هاد العقوبات وشنو هما الحالات الناس اللي عندهم دوبل ناسيوناليتي شنو هما العقوبات اللي خرجوا لهم. فهنا غادي نحط لكم غادي تشوفوا تقدروا تقراوها. انا نحط لكم هنا في الشاشه علاش كنهضر. يعني كاين اللي ما تاقش قال لك ما يمكنش واحد عنده دوبل ناسيوناليتي يعني تكون في حقه شي اجراء. فانا هنا غادي نحط لكم تشوفوا وتقراو تقدروا ديروا كابتور ديكرون او توقفوا وتشوفوا. هذا هو اللي انا كنت قلت لكم. هنا غادي نكون وصلت للفيديو. كنتمنى يكون الفيديو يفيدكم، نتمنى انكم تبارطاجيوه. ومهم انا كنفرح كي قلت لكم ملي كنلقى اللايكات كنلقى التعاليق ديالكم، رانا كنجاوب على اغلب ديال التعاليق في لي كومونتير او كنجاوب عليها في فيديو. يعني بعد خطرات السؤال ديالكم راه كنخرج نهضر فيه هكا بفيديو. وكنشكركم بزاف وغادي نخليكم حتى الفيديو القادم ان شاء الله، ومع السلامه.